السلام عليكم. النهارده هعمل لكم القرص او المعمول بطريقه سهله وبسيطه خالص، ومكوناتها كلها في البيت. معانا هنا معلقه سكر، معلقه بيكنج باودر، معلقه خميره كبيره، وفانيليا، وكوبايه سمنه بلدي. ممكن تستبدليها بنص كوبايه سمنه مع نص كوبايه زيت اللي تحبيه. معانا هنا 4 كوبايات دقيق، بالظبط 4 كوبايات. وهحط بقى المكونات اللي انا قلتها كلها: خميره والسكر والبيكنج باودر والفانيليا. فانيليا سايله او بودره عادي، مفيهاش حاجه. لو هي الباودر ممكن تحطي تذكره واحده بس. معانا هنا كوبايه السمنه، هنزل بقى كلها وهشغل عجانه. على فكره عادي ممكن تشتغلي بايدك خالص، بس ما تعجنيش. يعني كانك بتعملي كحك كده بالظبط، او مفروله كده زي ما انتوا شايفين. والكوبايه اللي عملت بيها السمنه هعاير بيها ميه برضو، بس هحط تدريجيا عشان ما تبص معايا. انا حطيت كده نص الكوبايه، هشغل العجان ولو احتاجت هحط بقيه الميه. كده بعد ما خلصت معايا، انا كملت الميه كلها، خدت كوبايه الميه كلها. هسيبها 10 دقايق ونرجع لكم. كده سبتها 10 دقايق. بصوا لما حطيت صباعي في العجينه ما رجعتش تاني، كده تبقى كويسه معاكي. هقطع بقى قطع صغيره، حوالي كل قطعه حوالي 50 جرام زي ما انتوا شايفين كده. هعمل كور صغيره. انا سبتها ارتاحت بس 10 دقايق، ما سبتهاش تخمر. 10 دقايق بس في الاول واشتغل على طول زي ما انتوا شايفين كده. هي سهله وبسيطه خالص، مش تاخد معاك وقت ولا اي حاجه. بس انا مش عايزه لها عرق لما تعجنيها بايدك، يا دوبك كده تلميها بايدك. كده بقى خلصت الكميه كلها، مش هسيبها ترتاح برضو، هشتغل على طول. ده سكر على سنيد على معلقه سمنه على معلقه نسكافيه بلاك. لو حابه تستبدلي نسكافيه بقرفه اللي انت تحبيه. هبدأ كده اخد كل قطعة واحط فيها شوية من الخليط اللي انا عاملاه ده، وهبدأ ان انا الفه كده زي ما انتوا شايفين. لو انتوا حابين تحطوا على الوش سمنة، قصدي سمسم، ممكن تحطوا برضو معلقة شوية سمسم على معلقة سمنة على شوية سكر برضو، تحطوهم كده وتحطها فيها هتثبت عليه. كده زي ما انتوا شايفين بعمل الكمية كلها على طول. بعد ما قطعت اعمل على طول وبالراحة، عشان مش عايزة الخليط ده يكون بره عشان ما يتحرقش. هخلص الكمية كلها وارجع لكم. ادي الكمية كلها بعد ما خلصتها هغطيها بقى. ده الوقت بقى اللي هتخمر فيه ساعة بالظبط. كده بعد ما خمرت معايا ساعة وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. وزي ما انتوا شايفين كده، اول ما خدت لون طلعتها على الشواية على طول. بجد تحفة وجميلة وطرية وهشة خالص. هتشوفوها دلوقتي. بصوا جميلة جدا. متنسوش الاشتراك في القناة واللايك.